حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش الشير واللايك والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنعمل مقارنه ما بين مشاعر حبيبك او شريكك او الشخص اللي في بالك. هنشوف يعني هنعمل مقارنه كده بين ماضي العلاقه وحاضرها. مهما كان نوع العلاقه، مرتبطين، منفصلين، متجوزين، متطلقين، whatever. هنشوف الأول كانت الدنيا وضعها إيه ودلوقتي، ولو في تطورات لصالحكم هنعرفها، وهنشوف برضو التطورات دي إيجابية ولا سلبية. تمام. طيب بسم الله، هنبتدي كده نشوف طاقة الشخص ده مبدئيا، نشوف طاقته بتقول لنا إيه. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده الشخص ده بيفكر فيك طول الوقت. تمام. شايفة ان هو عايز يقدم لك حاجة او يقدم لك خطوة. هو شايف ان هو مطلوب منه حاجة دلوقتي وعايز يعمل حاجة للعلاقة دي. هو شايف ان استمرار العلاقة دي محتاج حذر، ومحتاج تفكير، ومحتاج قوة، ومحتاج مجهود. تمام. شايفة فيه لهفة، لكن هو مبين ان هو مش فارق معاه. تمام. لان الشخص ده خلي بالك يومه ممل جدا جدا من غيرك، نفسه ان هو يكسر الملل دوت. وخلي بالك هو يمكن يكون اي حاجة انت بتعملها، مثلا لو بتبعت له حاجة، لو بتكلمه او حاجة زي كده، هو بيبقى دايما مستني منك اي حاجة انت بتبعتها او اي حاجة بتحصل بينك وبينه، لان هو بيحس ان ده نوع من انواع الحاجات اللي ممكن تكون بتكسر الملل بينك وبينه. تمام. شايفة كمان في طاقة تتبع وفي طاقة مراقبة قوية جدا، بيحاول ان هو يدور وراك، عايز يعرف معلومات عنك، عايز يعرف عنك حاجة، رغم ان الشخص ده خلي بالك شخص مشغول، شخص مشغول مش شخص فاضي. يعني ممكن يكون مشغول بشغله، بصحابه، بحاجات تخص حياته، ولكن في نفس الوقت برضو بيدور وراك وبيحاول ان هو يعرف عنك حاجات. تمام. شايفه برضو ان الشخص ده شويه كده عنده طاقه سيطره من الاهل، في طاقه سيطره شويه من الاهل ناحيه الشخص ده. وممكن مش شرط ان هم يكونوا اهل، لو طرف ثالث فبرضو في طاقه شخص سيطره من طرف ثالث. تمام. ولو في طرف ثالث العلاقه بينهم روتينيه جدا جدا، ما فيهاش جديد. تمام. طيب الشخص ده برضو شوية عنده مشكلة في ترتيب مشاعره. تمام. يعني في شغف كده جسدي وعاطفي برغم العقبات والمسافات اللي ما بينك وما بينه، لكن هو طول الوقت شايفك ان انت شخص مختلف عن اي حد عرفه، مختلف عن اي حد في حياته، طول الوقت عنده شغف ناحيتك وناحية العلاقة. متعلق بيك. فيك حاجة هو عايزها، فهمني، يعني فيك حاجة كده بتشده، او فيك حاجة بالنسبة له بتجذبه او بتشده ليك. الابراج اللي ظاهره قدامي: الجوزاء، الاسد، الحمل، الحوت، وكمان برج القوس. تمام. طيب هنكمل مع بعض قراءتنا وهنشوف طاقتك انت بقى اللي بتسمعني، هنشوف طاقتك انت ايه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف طاقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. في علاقة حب متبادل بينك وبينه طول الوقت. انت شوية مش بتثق في نواياه، مش عارف هو عايزك ولا لأ، بيحبك ولا لأ. انت شخص بتحب السلام، بتحب الهدوء، بتحب الاستقرار، عندك توقعات، عندك احتياجات، ولكن انت مش لاقيها في العلاقة دي. تمام. عندك احساس بالغموض، عندك احساس بالقلق. يمكن عندك طاقة كده صحوة روحانية، عندك فوقة، عندك تشافي. البعض منكم بعد ما كان راضي بالعلاقة دي جدا وقابل بأي حاجة فيها، ما بقاش راضي، ما بقاش قابل، بقى بيدور على حقوقه، بقى بيدور على حاجات هو عايزها. بس في نفس الوقت انت مش عايز تندفع. تمام. مش عايز تندفع، وفي نفس الوقت انت مش قادر تفرمل نفسك، يعني انت برضو في حيرة شديدة جدا جدا. تمام. طيب هنشوف بقى نظرته ومشاعره، مقارنة بين الماضي والحاضر.
بسم الله. انتوا الاتنين متأكدين ان انتوا بتحبوا بعض، يعني انتوا الاتنين عندكم مشاعر لبعض، بس في نفس الوقت كل ما حبكم بيزيد كل ما بتخافوا وكل ما بتقلقوا. تمام. يعني الشخص ده خلي بالك برضو كان في بداية العلاقة كان متردد. تمام. بس ابتدى ان هو يقرب، وابتدى ان هو يتكلم، وابتدى ان هو يتناقش. كمان الشخص ده ممكن كان الاول بيتكلم كتير، دلوقتي بقى عايز يسمعك اكتر، بقى عايز يفهم منك، بقى عايز يسمع منك، بقى عايزك ان انت تفتح قلبك ويبقى فيه كلام وحوار مشترك بينك وبينه، بقى مركز معاك قوي قوي الفترة دي. يمكن ده ما كانش موجود قبل كده. تمام. لان انت ممكن تكون ابتديت ان انت تشغل له باله وتفكيره وافكاره اكتر من الاول. تمام. الشخص ده علقك بيه، حمسك بالعلاقة في اولها، انت يمكن ما كنتش مهتم، وهو حاول ان هو يشدك ليه، وحاول ان هو يجذبك ليه، وحاول ان هو يعلقك بيه اكتر واكتر واكتر، وبعد كده هو بعد. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي تعباك نفسيا ومأثرة قوي قوي على طاقتك النفسية، ومخلياك يعني ان انت حاسس ان انت مكسور من جواك. تمام. طيب بالنسبة بقى لنظرته زمان ونظرته دلوقتي، هنشوف بقى نظرته زمان ليك ونظرته دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كان في تردد ومقارنات بينك وبين ناس ممكن تكون كانت حواليه او موجوده في حياته. كان حذر جدا جدا منك في اول العلاقه، لان الشخص ده كان عنده ازمه ثقه، او كان شايفك شخص مش سهل، او مش سهل ان هو يتعامل معاك. بس رغم كده العلاقه رتمها كان سريع جدا. تمام. يعني بسرعه لفت نظره، بسرعه اخدت شغفه، بسرعه اتعلقت بيه وهو اتعلق بيك، والعلاقه ابتدت ان هي تتطور. كنت لطيف جدا وجذاب ولافت نظره وتفكيره واهتمامه، وسحبته ليك بطريقه قويه جدا. دلوقتي بقى هو شايفك ازاي؟ دلوقتي هو شايفك ان انت مصدر ثقه بالنسبه له، ما بقاش قلقان منك. يعني ممكن الاول زي ما قلت لك كان قلقان منك، لكن دلوقتي هو مش قلقان منك. يمكن اتحطيتوا في مواقف، حصل ما بينك وما بينه احداث اديته الثقه او عززت الثقه دي. شايفك ان انت شخص هادي، شخص صادق متعاون، اعجابه بيك بيزيد طول الوقت. لما اطمن لك قلبه ومشاعره يعني وقع في حبك او وقع في غرامك. تمام. طيب هنشوف بقى مشاعره زمان ودلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شايفه ان العلاقه دي بتمر بتغيرات كتيره جدا جدا. يعني الشخص ده زي ما قلت لك اتسحر بيك، اعجابه ليك زاد، بس زي ما قلت لك كان عنده طاقه خوف واطمن. بس برضو خلي بالك طاقه الخوف دي موجوده، ولكن دلوقتي موجوده بشكل تاني، ان هو بقى خايف ان هو يخسرك. تمام. لان هو بيخاف من الفقد. تمام. في نفس الوقت انا شايفه ان هو حتى لو حصل ما بينك وبينه مشاكل، فهو عايز فرصه تانية، عايز فرصه تانية معاك، عايزك بجد. بقى متصارح جدا مع نفسه في فكره ان هو بيحبك وعايز يقرب منك اكتر، وعايزك تبقى موجود في حياته بشكل اكبر وبشكل اعمق. تمام. طيب بالنسبه لنواياه في البدايه ونواياه دلوقتي، طيب الشخص ده في الاول كان عايز يقرب منك ويمسك فيك ويبقى معاك، فاندفع في العلاقه. ويمكن بمرور الوقت حماسه قل. تمام. لان زي ما قلت لك كان عنده مخاوف معينه، ولكن كل ده اتغير دلوقتي. تمام. طيب بالنسبه بقى لنواياه واهدافه، هو عايز ياخد خطوه ليك، عايز يتاكد من مشاعرك ليه، عايز ياخد منك معلومات ويعرف هو شغلك ولا لا، علشان ياخد خطوه ويستمر في العلاقه دي. تمام. بيراقبك علشان ياخد الخطوه دي في الوقت المناسب. تمام.
فشايفة إن يعني الدنيا في أمان، فشايفة إن أنت ما تقلقش من العلاقة دي، شايفة إن الدنيا معاك بنسبة كبيرة جدًا، جدًا في أمان وإن الدنيا لصالحك. شايفة كمان إن في حاجة أنت بتتمناها أو حاجة نِفْسك فيها وإن شاء الله بإذن الله هتحصل، أو إن شاء الله بإذن الله يعني هتبقى بين إيديك، تمام؟ طيب حبايبي كده قراءتنا إن شاء الله تكون انتهت، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت، وهتوحشوني جدًا، جدًا، وباي باي.